النهاردة هنعمل أكلة خطيرة، الإدمان الحواوشي. من ربع كيلو لحمة مفرومة هنعمل 9 رغيفة حواوشي، وبدون ولا حمص ولا برغل ولا فول صويا ولا الكلام ده كله. والرغيف معاك هيبقى مليان وحلو. هقولك ازاي بمنتهى البساطة. يلا بينا نخش على الوصفة. أنا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، أهم حاجة تكون لحمة فيها دهون كفاية. ومعايا قد اللحمة بصل، يعني بعد ما اوزن اللحمة طلعت مثلا ربع كيلو نص كيلو، احط قدامهم ربع كيلو بصل، نص كيلو بصل، وفلفل رومي احمر واخضر، وياريت فلفل حار، وطماطمايه انا شايله قلبها، وجزرايه حجمها متوسط. صدقيني هتبقى تسكيره حلوه جدا. هبشر بقى البصل في الكبه بشر خشن، انا مش عايزاه ينزل الميه خالص عشان ما يبوظليش الحواوشي. وما تستكتريش كميه البصل، احب افاجئك بره بيحطوا بصل كتير جدا. وهفرم برضو الجزر والفلفل، وما تنسيش الفلفل الحار عشان هيدي طعم حلو. اهو فرمت الخضار، لو الفلفل نزل ميه يا ريت تعصريه عشان ما يبوظليش العيش لما اجي احشيه. البهارات بتاعتي معلقه صغيره فلفل اسود، بابريكا، بهارات لحمه او بهارات حواوشي، ومعلقه صغيره بهار حلو اللي هو الكباب الصيني، وملح حسب الرغبه. وهحط اللحمه واعجن الكلام ده كله مع بعضه لحد ما يديني عجينه حلوه كده. وانا هحط معلقه كبيره من اللية. انا بجيب اللية واسليها واخد السمنه اللي بتطلع منها واسيبها عندي في التلاجة، استعملها الكفته، استعملها الحواوشي، بتدي طعم حلو قوي. واعجن الكلام ده كله وهنجيب بقى العيش. بصوا العجينه، هجيب العيش، انا بحب اقصه انصاف كده بالمقص وابتدي احشيه. هحشي اللحمه بتاعتي جوه الرغيف وافردها كويس، وحطي بقى الكميه اللي تناسبك. حابه بقى في المرحله دي تسويه في الطاسه براحتك، حابه تعملي زي ما انا هعمل بحطه في الفرن، هوريكي ازاي يطلع طري من الفرن وبمنتهى السهوله، ولا نفضل واقفين مستنيين الرغيف يستوي عشان نحط اللي بعد ولا الكلام ده. لا، كله مره واحده. انا هدهن الرغيف بتاعي كويس قوي بالزيت، وبحط صينيه مدهونه زيت، انا بحط لها ورق فويل عشان يسهل عليا عمليه التنظيف. هدهن الرغيف كويس كده زي ما انت شايفه، وابتدي اكمل حشو في بقيه الارغفه. انا عملوا معايا بالظبط 9 رغيفة. وهفرد اللحمة فيها كويس كده بايديا عشان اللحمة تلزق كويس في العيش، وهدهنه كويس بالزيت. ممكن تحطي له معلقة سمنة مع الزيت، هيدي برضو طعم حلو. هدخل الحواوشي بتاعي بقى على فرن متسخن على اعلى درجة حرارة. انا عايزاه يطلع بقى من الفرن طري. هعمل ايه؟ هبتدي اول ما يطلع من الفرن اجيب فوطة وابتدي اغلف ده كله مع بعض كويس قوي عشان يطرى لمدة 5 دقايق بس. هيطلع معاكي طري وبالجمال اللي انتي شايفاه. بس كده اهو، هياخد معايا في الفرن من ربع ساعة لتلت ساعة. هحمر بقى بطاطس، احط طبق مخلل جميل، اعمل سلطة طحينة، نجيب بيبسي. اكلة حلوة وحرشة وسهلة ومتاخدش وقت خالص. ممكن تحضري عجينة اللحمة دي على فكرة وحطيها في اكياس وتطلعيها ان تحطيها في العيش في رمضان. هتبقى اكلة سهلة وبسيطة ومش تاخد منك اي وقت. بصوا بقى، كان سخن والله مش عارفة امسكه حقيقي. محشي كويس، والرغيف طري معاكي، ولا نشف ولا بتاع، ولا احتاج نقف على الطاسة نحمر واحدة واحدة في الحواوشي لحد ما يستوي. بالعكس كله استوى مع بعضه وما خدش مني اي وقت. بس كده وبألف هنا.